بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي المشاهدين أينما كنتم أرحب بكم. إذا ألف مبروك للمنتخب المغربي الذي فاز ببطولة العرب النسخة 11 الذي نظمت بقطر. المنتخب المغربي يتوج للمرة الثانية في تاريخه بهذه البطولة بعد ما توج بها في نسخة السعودية 2012 عندما توج بها آنذاك إيريد جيريت صفقة المنتخب المغربي. إذا ألف مبروك لطارق السكتيوي الذي قدم مباراة كبيرة وممتعة، مباراة شاهدنا فيها تقريبا 140 دقيقة ما بين الأشواط الإضافية ووقت الميت وكذلك وقت المباراة. مباراة كانت صعبة، مباراة احتاجت إلى جهد بل إلى أكثر من ذلك، روح قوية من اللاعبين جماعيا. أنا أقول لك من المنتخب المغربي منذ ذهابه لقطر للمشاركة في هذه البطولة، منذ مباراته الأولى أمام جزر القمر كان يمرر رسائل واضحة بأنه يريد أن يظفر بهذه البطولة، والحمد لله تأثروا ذلك. إذا ألف مبروك للمنتخب المغربي وللاعبين ولطارق السكتيمي ولكل مكونات الفريق ولكل من اجتهد وعمل بجد من أجل هذا التتويج وهذا الإنجاز التاريخي. ألف مبروك للمنتخب المغربي. المباراة انتهت بخمس أهداف في المجمل، ثلاثة للمغرب واثنين للمنتخب الأردني الذي كان صعب. جمال السلام اليوم كان قريب جدا من التتويج باللقب، ولكن كان حمد الله في المرصاد، سجل هدف في الدقيقة 87 من المباراة، أعاد الروح للمنتخب المغربي وأعاد المنتخب المغربي في المباراة. صارت مباراة كبيرة، شفنا هدف تاريخي، هدف أسطوري، هدف سيبقى مخلد في هذه البطولة وسيبقى مسيد هذه البطولة ربما إلى قرون من الزمن على مر التاريخ الذي سيأتي إن شاء الله. طنان سجل هدف خرافي على بعد 60 متر تقريبا من المرمى، هدف يسجل ويدرس لكل المهاجمين. طبعا المنتخب المغربي تقدم في الدقيقة الرابعة، ثم عدل المنتخب الأردني مع بداية الشوط الثاني. بعد ذلك في الدقيقة 68 تمكن من الحصول على ركلة جزاء ليتقدم المنتخب الأردني للمرة الأولى، وكانت مباراة في اتجاهها إلى النهاية كما قلت لكم. تدخل حمد الله من كرة على مر الركنية، تمكن من تسجيل هدف التعادل بعدما ألغاه الحكم، ثم عاد للفار ليحتسب هدف شرعي للمنتخب المغربي الذي خلى المباراة تمتد إلى شوطين إضافيين دخل المنتخب المغربي في الشوط الإضافي الأول، تلقى هدف رائع من المنتخب الأردني. من حسن حظ أن الكرة اصطدمت بيد اللاعب قبل أن يسدد الكرة إلى المرمى، وبالتالي ألغي الهدف الذي خلى المنتخب المغربي في المباراة وقاتل حتى نهاية الشوط الأول الإضافي. الحمد لله تأتيه كرة مباغتة يدرك هدف التقدم مع نهاية الشوط الإضافي الأول. في الشوط الإضافي الثاني حافظ طارق السكتيوي ولاعبون المنتخب المغربي على النسق وتحكموا في المباراة حتى صافرة الحكم، وبالتالي يتوج المنتخب المغربي بلقب ويضاف لخازنة المنتخب المغربي. هنيئا لكل من سهر على هذا الإنجاز. والآن الأمور ستتجه إلى المغرب بعد ما قويت صفحة كأس العرب. بعد يومين من الآن ستفتح صفحة كأس أفريقيا على أرضنا هنا بالمغرب. وطبعا ربما وليد القرقي أكيد وحتى لاعبين المنتخب الأول شاهدوا هذه المباراة واستمتعوا بها وسعدوا أكيد بالتتويج. الآن المشعل سيسلم من طارق السكتيوي إلى وليد القراقي من أجل تتمة رحلة 2025 مليئة بالألقاب والإنجازات العظيمة للمنتخب المغربي. وليد القراقي هذا الملف الأفريقي الذي طال انتظاره أكثر من 50 عام، الآن نحن على موعد مع هذه المحاكمة التي ستدوم للشهر. فعلى طريق أو على عفوا وليد القراقي ورفاقه في هذه المحاكمة التي ستدوم للشهر كما قلت لكم هنا بالمغرب، عليهم أن يطووا صفحة هذا الملف حتى لا يمتد إلى تاريخ آخر. إذا أمامكم شهر من الأيام ومن المنافسة من أجل تحقيق إنجاز وطوي ملف هذا الأفريقي السمراء الذي تنقص خزائن المغرب أكثر من 50 سنة. يا أصدقائي، لكم أن تتخيلوا أن هناك جيل وراء جيل وراء جيل
عديد من الأجيال مرت دون تحقيق كأس إفريقيا، هي التي تنقصنا حتى نذهب إلى كأس العالم بمعنويات أكبر.